تعال بقى، الإنسان منا يكون عاصيا. هل عصيانك يمنعك من أن تكون داعيا إلى الله؟ لا، ادعو إلى الله فلعل الذي تدعوه يفعل. أنت ما تفعلش، إنما أشعت واحد إنه يفعل. ما يمكن ربنا يعمل عملية جبر لك اللي خليت واحد يفعل. الرجل الذي كان يطوف وقال، الراجل الثاني سمعه، قال: اللهم إنك تعلم أني عاصيك. والله إقرار كويس أمام ربنا، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل حبي لمن أطاعك شفاعة لي في معصيتي. شوف حتى العاصي. طيب الذي لا يصلي يعفى من أن يكون داعيا إلى الله؟ ساعة ما تشوف واحد متكبر في الكون قل له أنت محجوب عن رؤية الله، لأنك لو رأيت الله في كبريائه وفي عظمته لتضاءلت أنت أمامه، لتضاءلت أنت أمامه. ولذلك ليه من تواضع لله؟ شوف ازاي بقى، ديك من تواضع لغني لغناه، ولكن دي تواضع مين؟ لله. تواضع لله رفع. إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك.